وهنا بقى سأسكت قليلا. طب انت متخيلة ان الزبادي بتقلب جماله اللي انت شايفاه ده من غير ولا نقطة زبادي؟ عملنا احلى زبادو، ما حطيناش فيه ريحة زبادي اصلا. شايفين الشريبة اللي احنا عملناها دي؟ ده دليل ان هو نازل معايا تقيل وقوامه يجنن وموفر جدا جدا. طبعا احنا عارفين كلنا زبادو الخوخ او اي نوع زبادو في اي كافيه بيبقى سعره غالي جدا. وبيقولك بقى اصل احنا عاملينه بزبادي يوناني، اصل احنا عاملينه بزبادي هندي او زبادي امريكي. بيقعدوا كده يقولولك اسامي زبادي انت ما تعرفهاش اصلا، وبيضحكوا علينا في الاخر، وفي الاخر ما بيكونوش حاطين عليه ولا نقطة زبادي. اللي وصل بقى معايا لغاية ان هي ما ينساش يصلي على الرسول، وما ينساش كمان يعمل لي متابعة عشان يوصل لي كل جديد. لان احنا الايام الجاية ديت هنعمل لكم حاجات تجنن وموفرة جدا جدا جدا. طيب يلا بينا بقى كده نرجع لأيام التسعينيات، أيام ما كانوا بيعملوا الزبادو من غير ولا نقطة زبادي. أول حاجة نوت معايا نص كيلو من الخوخ. طيب الخوخ بتاعي نوت كان ناشف وكان مخضر كده شوية، مسكناه في شوية مية وسلقناه لغاية لما طري معايا. وبعد كده جبنا الخلاط، وهنبتدي بعد ما طري معانا هنبتدي ان احنا نمسك الخوخ بتاعنا نقسمه كده بالنص، وهنبتدي ان احنا نطلع القشرية منه بالطريقة دي. هتلاقي القشرية بعد ما كانت ناشفة معاكي طلعت معاكي بكل سهولة. هنبتدي بقى كده ناخد الخوخ بتاعنا بالسكينة، وهنبتدي ان احنا نقشرها بالطريقة دي كده اهو لغاية لما نخلص الكمية بتاعت الخوخ بتاعتنا. انتي حابة تضاعفي الكمية مفيش اي مشكله، بس عامه نص كيلو من الخوخ عملنا منه كميه حلوه جدا زي ما انت كده ما شفتيها في اول الفيديو. طبعا احنا وفرنا كتير جدا جدا جدا. طبعا سعر كوبايه الزبادو في اي كافيه بتعدي ال50 وال60 جنيه. بعد ما خلصناها بالطريقه دي هنزل بنص كوبايه ميه من سليق الخوخ اللي احنا سلقناها. بعد ما ضربناها برضو كويس جدا وخليناها ناعمة قوي، هنبتدي ان احنا نصفي الخوخ كله من الشوايب بتاعته، لان كان في خوخ انا قشرته كده هو بقشرتها. بعد ما صفيناها هنرجعها تاني الخوخ بتاعنا في قلب الخلاط. لغايه كده احنا ماشيين تمام، وشايفاك ان انت ما صليتيش على الرسول لغايه دلوقتي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا هو بقى انا كان عندي عسل سدر وكان بالشمع بتاعه، فانا طبعا اكلت الشمع بتاعه وسبت العسل، قلت هعمل بيه زبادو الخوخ. هننزل كده بقى بحوالي ربع كوبايه من عسل النحل، وهنبتدي بقى ان احنا نضربهم كده مع بعضيهم ميكس هايل جدا. وانتي كده بس الزبادو بعسل تحفه. المكون هنا بقى اللي هيخليه الزبادو بتاعي من غير ولا نقطة زبادي وتقيل وحلو جدا. جبت معلقتين من النشا على معلقتين من المية على 3 معالق من اللبن، وحطيتهم على النار لغاية لما تكاتلوا معايا بالطريقة دي. ونزلت على طول عليها على الخوخ بتاعي، وهبتدي ان انا اضربه في الخلاط. طبعا في المرحلة هنا هنزل بقى بمعلقتين كده من الكريم جانتيه، وهبتدي ان انا اضربهم برضو كويس جدا مع بعضهم، واخليهم ميكس كده حلو مع بعضهم. طبعا في المرحله دي كده ابتدى الخوخ بتاعي يتقل جدا، يعني المهلبيه اللي احنا عملناها مع معلقتين الكريم جانتيه بصي ودى الموضوع في حته تانية خالص. وريحته يا بنات كانت خطيره، لان احنا حاطين له في قلب المهلبيه اللي احنا عملناها دي نقطه كده من قصانص الحليب. هنا اللبن بقى بتاعي انا كنت غلياه وحطاه في التلاجة قبلها بيوم عشان انا كنت عايزاه يبقى فيه قشطه. عايزاه كده يقلب معايا بقى من زبادو عادي لبالزبادو بالقشطه كده، يبقى حاجه طعمه كده روعه. وضربناهم كويس جدا مع بعضيهم، وشايفين بقى القوام نازل معايا عامل ازاي. حاجه كده سبيشال يا بنات من غير ولا نقطه زبادي. ما حطيناش زبادي وعملناه طعمه قلب كده طعم الزبادي اليوناني عشان خاطر القشطه اللي كانت فيه. طيب وصلنا لغايه هنا بقى، صلي على الرسول وما تنسيش تعملي لي متابعه حلوه منك عشان متابعتك فعلا بتفرحني، وكومنت برضو حلو منك لان الكومنت برضو بتاعك بيفرحني. ويا سلام كده بقى لو حطيت اللايك عشان برضو اللايك بتاعك بيفرحني. ومن الفيديو للفيديو الجاي انا هسيبكم في رعاية الله، ويا رب دايما تكونوا بصحة كويسة، وما تنسوش تجربوا الخوخ بتاعنا وتقولوا لي رأيكم فيه في الكومنتات. بجد كان شوية خوخ يا بنات كانوا روعة روعة روعة.
اللي وصل برضو معايا لغاية ان هو ما ينساش يقول لي حمد لله على السلامة، والسلام عليكم ورحمة